السلام عليكم. هذه مارسي وما كاينش اللي ما كيجيش لهاد المدينه هذه. الا سبق لك زرتيها خليها في كومونتير. الدنيا غزاله تبارك الله، اي ما الحلاوه. فهاد الساعه هادي اللي خصك تجي لمارسي وتجيب العائله ديالك بيني وبين وبلا ما تعكاز. هي قولي مين كتشوف هاد الفيديوهات، بغيت نقرا الكومونتيرات ديالكم كامل وقولوا لي فين بغيتو نمشي نصور لكم، واش بغيتو تعرفوا واش سكر هنايا. خليو الافكار ديالكم في كومونتير وانا ما عليا الا نطبقها. حنا الحمد لله عائله وحده، ولفتكم وانتم ولفتوني. وكيتقال على واحد كلمه على مارسي، هي مارسي الولاف. سبحان الله العظيم هنايا كتجمع المغرب كامل. هاد المدينه عندها معجبين ديالها بزاف. هادي واحد الحاجه اللي هي مزيونه، وحتى من الناحيه ديال السوق كلشي قريب واللي بغيتي كتجبرو. اخوان اللي مزيونه في مارسيل هي تقدر تكري وتجي للسويقه بحال هكذا وتسخر وتطيب في الدار وما تاكلش في الزنقه. بالنسبه للناس اللي كتجي مع العائله ديالها يعني يمكنش ياكلوا في الزنقه النهار كامل، يمكن لهم يجيو هنايا كيعيشوا اللحظه ديالهم مسخر بحال مزيانه في طنجه اولا بين ما جيتي في المغرب. والحاجه اللي كتعجب الناس في مارسيل هي النقاوه، وهنا الناس الله عمرها سلعه كدور وكتزور بحال اللي نتينا في الحومه ديالها. والحاجه اللي واعره وما كاين التاكسيات والترامبيات، الحمد لله الخير موجود والحمد لله على النعمه اللي كيعطينا ربي الحبيب. وسبحان الله العظيم هذه هي الدنيا، هي الداق. اخوان الاجواء د مارسيل مزيونه خصوصا في هذا الشهر هذا، الدنيا باقا خاويه. ولهذا غادي نقول لك تلاقي الاصدقاء ديالك اللي غادي تبغي تجي تزور معاهم ان شاء الله يا ربي. مدينه مارسيل اللي واعره لا البحر ديالها ولا بالناس ديالها الله عمرها سلعه. بغيتكم كاملين تعاودوا على التجربه ديالكم اللي دوزتوها.